فلسفتنا لمحمد باقر الصدر. قراءة بلال الدباغ. النسبية التطورية. والآن وقد طفنا على شتى المذاهب الفلسفية في نظرية المعرفة، نصل إلى دور الديالكتيك فيها، فقد حاول الماديون الديالكتيكيون إبعاد فلسفتهم عن الشك والسفسطة، فرفضوا المثالية والنسبية الذاتية، وما انتهت إليه عدة مذاهب من ألوان الشك والارتياب، وأكدوا على إمكان المعرفة الحقيقية للعالم، وبذلك ظهرت نظرية المعرفة على أيديهم في إطار من اليقين الفلسفي المرتكز على أسس النظرية الحسية والمذهب التجريبي. فماذا رصدوا لهذا المشروع الجبار والتصميم الفلسفي الضخم؟ كان رصيدهم هو التجربة لتفنيد المثالية، وكان رصيدهم هو الحركة لرفض النسبية. التجربة والمثالية. قال إنجلز عن المثالية اقتباس: إن أقوى تفنيد لهذا الوهم الفلسفي ولكل وهم فلسفي آخر هو العمل والتجربة والصناعة بوجه خاص. فإذا استطعنا أن نبرهن على صحة فهمنا لظاهرة طبيعية ما بخلقنا هذه الظاهرة بأنفسنا وإحداثنا لها بواسطة توافر شروطها نفسها، وفوق ذلك إذا استطعنا استخدامها في تحقيق أغراضنا، كان في ذلك القضاء المبرم على مفهوم الشيء في ذاته العصي على الإدراك الذي أتى به كانت. نهاية الاقتباس. هامش لودفيغ فورباخ 54. نهاية الهامش. وقال ماركس اقتباس: إن مسألة معرفة ما إذا كان بوسع الفكر الإنساني أن ينتهي إلى حقيقة موضوعية ليس بمسألة نظرية، بل إنها مسألة عملية، ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يقيم الدليل في مجال الممارسة على حقيقة فكرة. نهاية الاقتباس. هامش المصدر نفسه 112. نهاية الهامش. وواضح من هذه النصوص أن الماركسية تحاول أن تبرهن على الواقع الموضوعي بالتجربة، وتحل المشكلة الأساسية الكبرى في الفلسفة، مشكلة المثالية والواقعية بالأسباب العلمية، وهذا مظهر واحد من مظاهر عديدة وقع فيها الخلط بين الفلسفة والعلوم، فإن كثيرا من القضايا الفلسفية حاول بعض دراستها بالأساليب العلمية، كما إن عدة من قضايا العلم درسها بعض المفكرين دراسة فلسفية، فوقع الخطأ في هذه وتلك. والمشكلة التي يتصارع حولها المثاليون والواقعيون هي من تلك المشاكل التي لا يمكن اعتبار التجربة المرجع الأعلى فيها، ولا إعطاؤها الصفة العلمية، لأن المسألة التي يرتكز عليها البحث فيها هي مسألة وجود واقع موضوعي للحس التجريبي. فالمثالي يزعم أن الأشياء لا توجد إلا في حسنا وإدراكاتنا التجريبية، والواقعي يعتقد بوجود واقع خارجي مستقل للحس والتجربة. ومن البديهي أن هذه المسألة تضع الحس التجريبي بالذات موضع الامتحان والاختبار، فلا يمكن أن يبرهن على موضوعية التجربة والحس بالتجربة والحس نفسهما، ولا الرد على المثالية بها، مع أنها هي موضوع النقاش والبحث بين الفريقين المثاليين والواقعيين. فكل مشكلة موضوعية إنما يمكن اعتبارها علمية وحلها بأساليب العلم التجريبية، فيما إذا كان من المعترف به سلفا صدق التجربة العلمية وموضوعيتها. فمشكلة حجم القمر أو بعد الشمس عن الأرض أو بنية الذرة أو تركيب النبات أو عدد العناصر البسيطة يمكن انتهاج الطرق العلمية في دراستها وحلها. وأما إذا طرحت نفس التجربة على بساط البحث وثار النقاش حول قيمتها الموضوعية، فلا موضوع للاستدلال العلمي في هذا المجال على صدق التجربة وقيمتها الموضوعية بالتجربة نفسها. فواقعية الحس والتجربة إذن هي الأساس الذي يتوقف عليه كيان العلوم جميعا، ولا تتم دراسة أو معالجة علمية إلا بناء عليه، فيجب أن يعالج هذا الأساس معالجة فلسفية خالصة قبل الأخذ بأي حقيقة علمية.
وإذا درسنا المسألة دراسة فلسفية نجد أن الإحساس التجريبي لا يعدو أن يكون لونًا من ألوان التصور، فمجموعة التجارب مهما تنوعت إنما تمون الإنسان بإدراكات حسية متنوعة. وقد مر بنا التحدث عن الإحساسات في دراستنا للمثالية، وقلنا إنها ما دامت مجرد تصورات فلا تبرهن على الواقع الموضوعي ودحض المفهوم المثالي، وإنما يجب علينا أن ننطلق من المذهب العقلي لنشيد على أساسه المفهوم الواقعي للحس والتجربة، فنؤمن بوجود مبادئ تصديقية ضرورية في العقل، وعلى ضوء تلك المبادئ نثبت موضوعية أحاسيسنا وتجاربنا. ولنأخذ لذلك مثالا: مبدأ العلية الذي هو من تلك المبادئ الضرورية، فإن هذا المبدأ يحكم بأن لكل حادثة سببا خارجا عنه، وعلى أساسه نتأكد من وجود واقع موضوعي للإحساسات والمشاعر التي تحدث في نفوسنا، لأنها بحاجة إلى سبب تنبثق عنه، وهذا السبب هو الواقع الموضوعي. وهكذا نستطيع أن نبرهن على موضوعية الحس والتجربة بمبدأ العلية. فهل يمكن للماركسية أن تتخذ هذا الأسلوب؟ طبعا لا، وذلك أولا لأنها لا تؤمن بمبادئ ضرورية عقلية، فليس مبدأ العلية في عرفها إلا مبدأ تجريبي تدل عليه التجربة، فلا يصح أن يعتبر أساسا لصدق التجربة وموضوعيتها. وثانيا أن الديالكتيك يفسر تطورات المادة وحوادثها بالتناقضات المحتواة في داخلها، وليست الحوادث الطبيعية في تفسيره محتاجة إلى سبب خارجي، كما سندرس ذلك بكل تفصيل في المسألة الثانية. فإذا كان هذا التفسير الديالكتيكي كافيا لتبرير وجود الحوادث الطبيعية، فلماذا نذهب بعيدا؟ ولماذا نضطر إلى افتراض سبب خارجي وواقع موضوعي لكل ما يثور في نفوسنا من إدراك؟ بل يصبح من الجائز أن تقول المثالية في ظواهر الإدراك والحس ما قاله الديالكتيكي عن الطبيعة تماما، وتزعم أن هذه الظواهر في حدوثها وتعاقبها محكومة لقانون نقض النقد الذي يضع رصيد التغيير والتطور في المحتوى الداخلي. وبهذا نعرف أن الديالكتيك لا يحجبنا عن سبب خارج الطبيعة فحسب، بل يحجبنا بالتالي عن هذه الطبيعة بالذات وعن كل شيء خارج دنيا الشعور والإدراك. هامش: وقد جاء في كلام إنجلز السابق التأكيد على ناحية القيمة الموضوعية لخلق ظاهرة وإنشائها، وأن في ذلك الرد الحاسم على النزعات المثالية. ولا أظن هذا التأكيد حين يصدر من المدرسة الماركسية ينطوي على معنى فلسفي خاص، وإن أمكن للباحث الفلسفي أن يصوغ من ذلك دليلا خاصا على إثبات الواقع الموضوعي يرتكز على العلم الحضوري، نظرا إلى أن الفاعل يعلم بآثاره وما يخلق علما حضوريا، والعلم الحضوري بشيء هو نفس وجوده الموضوعي، فالإنسان إذن يتصل بالواقع الموضوعي لما يعلمه علما حضوريا. فالمثالية إذا أسقطت من حساب المعرفة الموضوعية العلم الحصولي الذي لا نتصل فيه إلا بأفكارنا، كفى للواقعية العلم الحضوري. ولكن هذا الدليل يقوم على فهم مغلوط للعلم الحضوري، فإن أساس معرفتنا للأشياء إنما هو العلم الحصولي، وأما العلم الحضوري فهو لا يعني أكثر من حضور المعلوم الواقعي لدى العالم. ولذلك كان كل إنسان يعلم بنفسه علما حضوريا، مع أن كثيرا من الناس أنكر وجود النفس. ولا تتسع حدودنا الخاصة في هذه الدراسة للإفاضة في هذه الناحية. المؤلف نهاية الهامش. ولنعرض شيئا من النصوص الماركسية التي حاولت معالجة المشكلة بما لا يتفق مع طبيعتها وطابعها الفلسفي. ألف: قال روجي غارودي: اقتباس: تعلمنا العلوم أن الإنسان ظهر على وجه الأرض في زمن متأخر جدا، وكذلك الفكر معه. ولكي نؤكد أن الفكر كان موجودا متقدما على الأرض على المادة،
يجب إذن التأكيد بأن هذا الفكر لم يكن فكر الإنسان. إن المثالية في جميع أشكالها لا تستطيع أن تنجو من اللاهوت. نهاية الاقتباس. هامش ما هي المادية 32. نهاية الهامش. اقتباس أيضا لروجي غارودي: لقد وجدت الأرض حتى قبل كل كائن ذي حساسية، قبل كل كائن حي، وما كان لأية مادة عضوية أن توجد على الكرة الأرضية في أول مراحل وجودها، فالمادة غير العضوية سبقت الحياة إذن، وكان على الحياة أن تنمو وتتطور خلال الآلاف السنين قبل أن يظهر الإنسان ومعه المعرفة. العلوم تقودنا إذن إلى التأكيد بأن العالم قد وجد في حالات لم يكن فيها أي شكل من أشكال الحياة أو الحساسية ممكنا. نهاية الاقتباس. هامش ما هي المادية 4. نهاية الهامش. هكذا يعتبر روجيه الحقيقة العلمية القائلة بضرورة تقدم نشأة المادة غير العضوية على المادة العضوية دليلا على وجود العالم الموضوعي، لأن المادة العضوية ما دامت نتاجا لتطور طويل ومرحلة متأخرة من مراحل نمو المادة، فلا يمكن أن تكون المادة مخلوقة للوعي البشري الذي هو متأخر بدوره عن وجود كائنات عضوية حية ذات جهاز عصبي ممركز، فكأنه افترض مقدما أن المثالية تسلم بوجود المادة العضوية، فشاد على ذلك استدلاله، ولكن هذا الافتراض لا مبرر له، لأن المادة بمختلف ألوانها وأقسامها من العضوية وغيرها ليست في المفهوم المثالي إلا صورا ذهنية نخلقها في إدراكاتنا وتصوراتنا، فالاستدلال الذي يقدمه لنا روجيه ينطوي على مصادره وينطلق من نقطة لا تعترف بها المثالية. قال لينين: اقتباس: إذا أردنا طرح المسألة من وجهة النظر التي هي وحدها صحيحة، يعني من وجهة النظر الديالكتيكية المادية، ينبغي أن نتساءل: هل الكهارب والأثير موجودة خارج الذهن البشري؟ وهل لها حقيقة موضوعية أم لا؟ عن هذا السؤال ينبغي أن يجيب علماء التاريخ الطبيعي، وهم يجيبون دائما ودون تردد بالإيجاب، نظرا لأنهم لا يترددون بالتسليم بوجود الطبيعة وجودا سبق وجود الإنسان ووجود المادة العضوية. نهاية الاقتباس. هامش ما هي المادية 21. نهاية الهامش. ونلاحظ في هذا النص نفس المصادر التي استعملها روجيه مع التشدق بالعلم واعتباره الفاصل النهائي في المسألة، فما دام علم التاريخ الطبيعي قد أثبت وجود العالم قبل ظهور الشعور والإدراك، فما على المثاليين إلا أن يركعوا أمام الحقائق العلمية ويأخذوا بها، ولكن علم التاريخ الطبيعي ما هو إلا لون من ألوان الإدراك البشري، والمثالية تنفي الواقع الموضوعي لكل إدراك مهما كان لونه، فليس العلم في مفهومها إلا فكرا ذاتيا خالصا. أفليس العلم حصيلة التجارب المتنوعة؟ أوليست هذه التجارب والإحساسات التجريبية هي موضوع النقاش الدائر حول ما إذا كانت تملك واقعا موضوعيا أم لا؟ فكيف يكون للعلم كلمته الفاصلة في الموضوع؟ قال جورج بوليتيزير: اقتباس: ليس هناك من يشك في أن الحياة المادية للمجتمع توجد مستقلة عن وعي الناس، إذ ليس ثمة من يتمنى الأزمة الاقتصادية سواء كان رأسماليا أو بروليتاريا، رغم أن هذه الأزمة تحدث حتما. نهاية الاقتباس. هامش ما هي المادية 21. نهاية الهامش. وهذا لون جديد يتخذه الماركسيون للرد على المثالية، فجورج لا يستند في هذا النص إلى حقائق علمية، وإنما يركز استدلاله على حقائق وجدانية، نظرا إلى أن كل واحد منا يشعر بوجدانه أنه لا يتمنى كثيرا من الحوادث التي تحدث، ولا يرغب في وجودها، ومع ذلك هي تحدث وتوجد خلافا لرغبته، فلا بد إذن أن يكون للحوادث وتسلسلها المضطرد واقع موضوعي ومستقل،
وليست هذه المحاولة الجديدة بأدنى إلى التوفيق من المحاولات السابقة، لأن المفهوم المثالي الذي ترجع فيه الأشياء جميعًا إلى مشاعر وإدراكات لا يزعم أن هذه المشاعر والإدراكات تنبثق عن اختيار الناس وإرادتهم المطلقة، ولا تتحكم فيها قوانين ومبادئ عامة، بل المثالية والواقعية متفقتان على أن العالم يسير طبقًا لقوانين ومبادئ تجري عليه وتتحكم فيه، وإنما يختلفان في تفسير هذا العالم واعتباره ذاتيًا موضوعيًا. والنتيجة التي نؤكد عليها مرة أخرى هي أن من غير الممكن إعطاء مفهوم صحيح للفلسفة الواقعية والاعتقاد بواقعية الحس والتجربة إلا على أساس المذهب العقلي القائل بوجود مبادئ عقلية ضرورية مستقلة عن التجربة. وأما إذا بدأنا البحث في مسألة المثالية والواقعية من التجربة أو الحس، اللذين هما مورد النزاع الفلسفي بين المثاليين والواقعيين، فسوف ندور في حلقة مفرغة ولا يمكن أن نخرج منها بنتيجة في صالح الواقعية الفلسفية. التجربة والشيء في ذاته. تحارب الماركسية فكرة الشيء لذاته التي عرضها كانت في بعض أشكالها كما تحارب الأفكار التصورية المثالية، فلننظر إلى أسلوبها في ذلك. قال جورج بوليتسير: والواقع أن الجدل، وحتى الجدل المثالي عند هيجل، يقول إن التمييز بين صفات الشيء والشيء في ذاته تمييز أجوف، فإذا عرفنا كل صفات الشيء ما عرفنا الشيء ذاته، ثم يبقى أن تكون هذه الصفات مستقلة عنا، وفي هذا بالذات يتحدد معنى مادية العالم. لكن ما دمنا نعرف صفات هذا الواقع الموضوعي، فلا يمكن أن يقال عنه إنه غير قابل للمعرفة. فمن السخف أن تقول مثلا: شخصيتك شيء وصفاتك وعيوبك شيء آخر، وأنا أعرف صفاتك وعيوبك ولكنني لا أعرف شخصيتك. ذلك لأن الشخصية هي بالضبط مجموع العيوب والصفات، وكذلك فن التصوير هو جماع أعمال الصور. فمن السخف أن نقول: هناك اللوحات والرسامون والألوان والأساليب والمدارس، ثم هناك تصوير في ذاته معلقا فوق الواقع وغير قابل للمعرفة. فليس هناك قسمان للواقع، بل الواقع كل واحد نكشف بالتطبيق وجوهه المختلفة على التوالي. وقد علمنا الجدل أن الصفات المختفية للأشياء تكشف عن نفسها بواسطة الصراع الباطن للأضداد، وهو الذي يصنع التغيير. فحالة السيولة في ذاتها هي بالضبط حالة الاتزان النسبي الذي ينكشف تناقضه الباطن في لحظة التجمد أو الغليان. ومن هنا قال لينين اقتباس: لا يوجد ولا يمكن أن يوجد أي فارق مبدئي بين الظاهرة والشيء في ذاته، وليس ثمة فرق إلا بين ما هو معروف وبين ما يعرف بعد. فكلما ازداد عمق معرفتنا للواقع أصبح الشيء في ذاته تدريجيا شيئا لذاتنا. نهاية الاقتباس. هامش المادية والمثالية في الفلسفة 108 إلى 109 نهاية الهامش. ولأجل أن ندرس الماركسية في هذا النص، يجب أن نميز بين معنيين لفكرة فصل الشيء في ذاته عن الشيء لذاتنا. الأول: أن العلم البشري لما كان يرتكز في نظر المبدأ الحسي التجريبي على الحس، والحس لا يتناول إلا ظواهر الطبيعة ولا ينفذ إلى الصميم والجوهر، فهو مقصور على هذه الظواهر التي يمتد إليها الحس التجريبي، وتقوم بذلك هوة فاصلة بين الظواهر والجوهر. فالظواهر هي الأشياء لذاتنا لأنها الجانب السطحي القابل للإدراك من الطبيعة، والجوهر هو الشيء في ذاته ولا تنفذ إليه المعرفة البشرية. ويحاول جورج بلوتيزر القضاء على هذه الثنائية بحذف المادة أو الجوهر من الواقع الموضوعي، فهو يؤكد على أن الجدل لا يميز بين صفات الشيء والشيء في ذاته،
بل يعتبر الشيء عبارة عن مجموعة الصفات والظواهر. ومن الواضح أن هذا لون من ألوان المثالية التي نادى بها باركلي، حيث احتج على اعتقاد الفلاسفة بوجود مادة وجوهر وراء الصفات والظواهر التي تبدو لنا في تجاربنا، وهو لون من المثالية يحتمه المبدأ الحسي والتجريبي. فما دام الحس هو القاعدة الأساسية للمعرفة، وهو لا يدرك سوى الظواهر، فلا بد من إسقاط الجوهر من الحساب، وإذا سقط فلا يبقى في الميدان إلا الظواهر والصفات القابلة للإدراك. الثاني، أن الظواهر التي يمكن إدراكها ومعرفتها ليست هي في مداركنا وحواسنا كما هي في واقعها الموضوعي. فالثنائية ليست هنا بين الظاهرة والجوهر، بل بين الظاهرة كما تبدو لنا والظاهرة كما هي موجودة بصورة موضوعية مستقلة. فهل تستطيع الماركسية أن تقضي على هذه الثنائية وتبرهن على أن الواقع الموضوعي يبدو لنا في أفكارنا وحواسنا كما هو في مجاله الخارجي المستقل؟ ونجيب بالنفي ما دام الإدراك في المفهوم المادي عملا فيزيولوجيا خالصا. ويلزمنا في هذا الصدد أن نعرف لون العلاقة القائمة بين الإدراك أو الفكرة أو الإحساس والشيء الموضوعي في المفهوم المادي على أساس المادية الآلية وعلى أساس المادية الديالكتيكية معا. أما على أساس المادية الآلية فالصورة أو الإدراك الحسي انعكاس للواقع الموضوعي في الجهاز العصبي انعكاسا آليا، كما تنعكس الصورة في المرآة أو العدسة، فإن المادية الآلية لا تعترف للمادة بحركة ونشاط ذاتي وتفسر جميع الظواهر تفسيرا آليا، ولذلك لا يمكنها أن تفهم علاقات المادة الخارجية بالنشاط الذهني للجهاز العصبي إلا في ذلك الشكل الجامد من الانعكاس. وتواجه حينئذ السؤالين التاليين: هل يوجد في الإحساس شيء موضوعي؟ أي شيء ليس متعلقا بالإنسان وإنما انتقل إلى الحس من الواقع الخارجي للمادة؟ وإذا كان يوجد شيء من هذا القبيل في الإحساس، فكيف انتقل هذا الشيء من الواقع الموضوعي إلى الإحساس؟ والمادية الآلية لا تستطيع أن تجيب على السؤال الأول بالإثبات، لأنها إذا أثبتت وجود شيء موضوعي في الإحساس لزمها أن تبرر كيفية انتقال الواقع الموضوعي إلى الإحساس الذاتي، أي أن تجيب على السؤال الثاني وتفسر عملية الانتقال، وهذا ما تعجز عنه. ولذا فهي مضطرة أن تضع نظرية الانعكاس وتفسر العلاقة بين الفكر والشيء الموضوعي، كما تفسر العلاقة بين صورة المرآة أو العدسة والواقع الموضوعي الذي ينعكس فيهما. وأما المادية الديالكتيكية التي لا تجيز الفصل بين المادة والحركة وتعتبر كيفية وجود المادة هي الحركة، فقد حاولت أن تعطي تفسيرا جديدا لعلاقة الفكرة بالواقع الموضوعي على هذا الأساس، فزعمت أن الفكرة ليست صورة آلية محضا لذلك الواقع، بل الواقع يتحول إلى فكرة، لأن كل منها شكل خاص من أشكال الحركة، والفرق الكيفي بين أشكال الحركة وألوانها لا يمنع من تحليل الانتقال من شكل إلى آخر. فالمادة الموضوعية لما كانت في كيفية وجودها شكلا خاصا من الحركة، فتتحول هذه الحركة الفيزيائية للشيء إلى حركة نفسية فيزيولوجية في حواسنا، وتتحول الحركة الفيزيولوجية إلى حركة نفسية للفكرة. هامش لاحظ ما هي المادية 48 نهاية الهامش. فليس موقف الفكر موقفا سلبيا، وليس الانعكاس انعكاسا آليا كما هو مفهوم الفكر لدى المادية الآلية. وهذه المحاولة من المادية الديالكتيكية لا يمكن أن تنجح في كشف علاقة بين الشيء والفكرة عدا علاقة سبب بنتيجة وعلاقة واقع بصورة منعكسة عنه، نظرا إلى أن تحول الحركة الفيزيائية للشيء إلى حركة فيزيولوجية وبالتالي إلى حركة نفسية
ليس هو المفهوم الصحيح أو التفسير المعقول للحس أو الفكر، فإن التحول يعني فناء الشكل الأول من الحركة والانتقال إلى شكل جديد، كما نقول في حركة المطرقة على السندان إنها تتحول إلى حرارة، والحرارة والحركة الآلية شكلان من أشكال الحركة، فالقوة التي كانت تعبر عن وجودها في شكل خاص من الحركة وهو الحركة الآلية تحولت من ذلك الشكل إلى تعبير جديد لها في شكل جديد وهو الحرارة، فالحرارة تحتفظ بنفس مقدار القوة التي كانت تعبر عن وجودها بالحركة الآلية، وهذا هو المتحول بمعناه الدقيق للحركة من لون إلى آخر. ولنفترض أنه أمر معقول، ولكن ليس من المعقول تفسير الحس أو الفكر بعملية تحول كهذه، وذلك لأن الحركة الفيزيائية للواقع الموضوعي المحسوس لا تتحول بالإحساس إلى حركة نفسية، لأن التحول يعني تبدل الحركة من شكل إلى آخر، ومن الواضح أن الحركة الطبيعية أو الفيزيائية للمادة المحسوسة لا تتبدل هكذا إلى حركة فيزيولوجية أو فكرية، إذ أن معنى تبدلها كذلك زوال الشكل الأول من الحركة، وبالتالي زوال المادة التي تعبر عن وجودها في ذلك الشكل الخاص. فليست الحركة الموضوعية للشيء المحسوس كحركة المطرقة، وليس الإحساس تحويلا لتلك الحركة الموضوعية التي هي كيفية وجود المادة إلى حركة نفسية، كما تتحول حركة المطرقة إلى حرارة، وإلا لكان الإحساس عملية تبدل للمادة إلى فكرة كما تتبدل الحركة الآلية إلى حرارة. وعلى هذا فليست مسألة الإدراك مسألة تحول الحركة الفيزيائية إلى حركة نفسية، الذي هو بعينه عبارة عن تحول الواقع الموضوعي إلى فكرة، بل يوجد للشيء المحسوس والمدرك واقع موضوعي، وللإحساس وجود آخر في نفوسنا. وما دام هناك وجودان، وجود ذاتي للإحساس أو الفكر ووجود موضوعي للشيء المحسوس، فلا نستطيع أن نفهم الصلة بين هذين الوجودين إلا كما نفهم الصلة بين سبب ونتيجة، وكما نفهم العلاقة بين واقع وصورة منعكسة عنه. ونواجه عند هذا بكل وضوح المسألة الأساسية التي نحن بصددها، وهي أن الفكرة ما دامت نتيجة للشيء الموضوعي، وما دامت العلاقة المفهومة بينهما هي علاقة السببية، فلماذا يجب أن نفترض أن هذه النتيجة وسببها يختلفان عن سائر النتائج وأسبابها، ويمتازان عليها بخاصة، وهي أن النتيجة تصور لنا سببها وتعكسه انعكاسا تاما؟ فهناك كثير من الوظائف الفسيولوجية هي نتائج أسباب خارجية معينة، ولم نجد في واحد من النتائج القدرة على تصوير سببها، وإنما تدل دلالة غامضة على وجود أسباب لها خارج نطاقها. فكيف نستطيع أن نعترف للفكرة بأكثر من هذه الدلالة الغامضة؟ وهب أن الماركسية نجحت في تفسير الفكر والإدراك بعملية تحول للحركة الفيزيائية إلى حركة نفسية، فهل يعني هذا أن الفكرة تستطيع أن تطابق الواقع الموضوعي بصورة كاملة؟ إن هذا التفسير يجعلنا ننظر إلى الفكرة وواقعها الخارجي كما ننظر إلى الحرارة والحركة الآلية التي تتحول إليها. ومن الواضح أن الاختلاف الكيفي بين شكلي الحركة فيهما يجعلهما غير متطابقين، فكيف نفترض التطابق بين الفكرة وواقعها الموضوعي؟ ويبدو على المدرسة الماركسية لون من الاضطراب والتشويش عند مواجهتها هذه المشكلة، ويمكننا أن نستخلص دليلين لها على هذه النقطة من عدة نصوص متفرقة ومشوشة، أحدهما دليل فلسفي والآخر دليل بيولوجي علمي. أما الدليل الفلسفي فيلخصه النص التالي: اقتباس: إن الفكر يستطيع أن يعرف الطبيعة معرفة تامة، ذلك لأنه يؤلف جزءا منها، ذلك لأنه نتاجها والتعبير الأعلى عنها. إن الفكر هو الطبيعة تعي ذاتها في ضمير الإنسان. يقول لينين: اقتباس: إن الكون هو حركة للمادة تخضع لقوانين،
ولما لم تكن معرفتنا إلا نتاجا أعلى للطبيعة، لا يسعها إلا أن تعكس هذه القوانين. نهاية الاقتباس. ولقد كان إنجلز يبين في كتابه أنتي دورينغ اقتباس أن المادية الفلسفية هي وحدها التي تستطيع تأسيس قيمة المعرفة على دعائم متينة. نهاية الاقتباس. حين يؤخذ الوعي والفكر على أنهما شيئان معطيان كانا في زمان يتعارضان مع الطبيعة ومع الكائن، عندئذ يؤدي ذلك بنا حتما إلى أن نجد رائعا جدا إلى أن نجد كون وعينا للطبيعة وتفكير الكائن وقوانين الفكر متطابقة إلى أبعد حد. ولكن إذا تساءلنا ما هو الفكر وما هو الوعي ومن أين يأتيان، وجدنا أن الإنسان هو نفسه نتاج للطبيعة، نما في بيئة ومع نمو هذه البيئة وعندئذ يصبح في غنى عن البيان، كيف أن منتوجات الذهن البشري التي هي أيضا عند آخر تحليل منتوجات للطبيعة ليست في تناقض، وإنما هي توافق مع سائر الطبيعة المترابطة. نهاية الاقتباس. هامش: ما هي المادية 46 إلى 47. نهاية الهامش. إن الفكر في المفهوم الماركسي جزء من الطبيعة أو نتاج أعلى لها، ولنفترض أن هذا صحيح وليس هو بصحيح، فهل يكفي ذلك لأجل أن نبرهن على إمكان معرفة الطبيعة بصورة كاملة؟ صحيح أن الفكر إذا كان جزءا من الطبيعة ونتاجا لها فهو يمثل بطبيعة الحال قوانينها، ولكن ليس معنى هذا أن الفكر بهذا الاعتبار يصبح معرفة صحيحة للطبيعة وقوانينها. أوليس الفكر الميتافيزيقي أو المثالي فكرا، وبالتالي جزءا من الطبيعة ونتاجا لها في الزعم المادي؟ أوليست جميع محتويات العمليات الفيزيولوجية ظواهر طبيعية ونتاجا للطبيعة؟ فقوانين الطبيعة إذن تتمثل في التفكير المادي الجدلي وتجري عليه، وفي التفكير المثالي والميتافيزيقي على السواء، كما تتمثل في جميع العمليات والظواهر الطبيعية. فلماذا يكون الفكر الماركسي معرفة صحيحة للطبيعة دون غيره من هذه الأمور، مع أنها جميعا نتاجات طبيعية تعكس قوانين الطبيعة؟ وبهذا نعرف أن مجرد اعتبار الفكرة ظاهرة للطبيعة ونتاجا منها لا يكفي لأن يكون معرفة حقيقية للطبيعة، بل لا يضع بين الفكرة وموضوعها إلا علاقة السببية الثابتة بين كل نتيجة وسببها الطبيعي. وإنما تكون الفكرة معرفة حقيقية إذا أمنا فيها بخاصة الكشف والتصوير التي تمتاز بها على كل شيء آخر. وأما الدليل البيولوجي على مطابقة الإدراك أو الإحساس للواقع الموضعي فهو ما يعرضه لنا النص التالي. اقتباس: لا تستطيع المعرفة أن تكون وهي في مستوى الإحساس نافعة بيولوجيا في حفظ الحياة إلا إذا كانت تعكس الواقع الموضوعي. نهاية الاقتباس. هامش: ما هي المادية 63. نهاية الهامش. اقتباس: فإذا كان صحيحا أن الإحساس ليس إلا رمزا دون أي ما شبه بالشيء، وإذا كان يمكن بالتالي تطابق أشياء عديدة متغايرة أو أشياء وهمية ومثلها تماما أشياء واقعية، عندئذ يكون التعود البيولوجي على البيئة مستحيلا. إذا افترضنا أن الحواس لا تتيح لنا تعيين اتجاهنا بيقين وسط الأشياء والرد عليها بفعالية، بيد أن كل النشاط العملي البيولوجي للإنسان والحيوان يدلنا على درجات اكتمال هذا التعود. نهاية الاقتباس. هامش: نفس المصدر 35 إلى 36. نهاية الهامش. وواضح أن النسبة في الحس لا تعني أن أشياء عديدة ومتغايرة تشترك في رمز حسي واحد ليسقط هذا الرمز عن القيمة نهائيا ويعجز عن تعيين الاتجاه الذي يحفظ لنا حياتنا ويحدد موقفنا من الأشياء الخارجية. بل النظرية النسبية الفيزيولوجية تقوم على أساس أن كل لون من الإحساس فهو رمز يختص بواقع موضوعي معين،
لا يمكن أن يرمز إليه بلون آخر من ألوان الحس، ويتاح حينئذ لنا أن نحدد موقفنا من الأشياء على ضوء تلك الرموز، ونرد عليها بالفعالية التي تنسجم مع الرمز وتتطلبها طبيعة الحياة تجاهه. الحركة الديالكتيكية في الفكر. وتناولت الماركسية بعد ذلك المذهب النسبي في الحقيقة، فاعتبرته نوعا من السفسطة، لأن النسبية فيه تعني تغير الحقائق من ناحية ذاتية، وقررت النسبية بشكل جديد أوضحت فيه تغير الحقائق طبقا لقوانين التطور والتغير في المادة الخارجية، فليست في الفكر الإنساني حقائق مطلقة، وإنما الحقائق التي ندركها نسبية دائما، وما يكون حقيقة في وقت يكون بنفسه خطأ في وقت آخر، وهذا ما تتفق عليه النسبية والماركسية معا. وتزيد الماركسية بالقول إن هذه النسبية وهذه التغيرات والتطورات في الحقيقة ليست إلا انعكاسا لتغيرات الواقع وتطورات المادة التي نتمثلها في حقائقنا الفكرية، فالنسبية في الحقيقة بنفسها نسبية موضوعية، وليست نسبية ذاتية ناشئة من جانب الذات المفكرة، ولذلك فهي لا تعني عدم وجود معرفة حقيقية للإنسان، بل الحقيقة النسبية المتطورة التي تعكس الطبيعة في تطورها هي المعرفة الحقيقية في المنطق الديالكتيكي. قال لينين اقتباس: إن المرونة التامة الشاملة للمفاهيم، وهي المرونة التي تذهب إلى حد تماثل الأضداد، ذلك هو جوهر القضية. إن هذه المرونة إذا استخدمت على نحو ذاتي تقضي إلى الانتقائية والسفسطة، والمرونة المستخدمة موضوعيا يعني بكونها تعكس جميع جوانب حركة التطور المادية ووحدته. إنما هي الديالكتيك، وهي الانعكاس الصحيح للتطور الأبدي للعالم. نهاية الاقتباس. هامش المنطق الشكلي والمنطق الديالكتيكي 50 إلى 51، نقلا عن الدفاتر الفلسفية 84. نهاية الهامش. وقال أيضا اقتباس: نستطيع بانطلاقنا من المذهب النسبي البحت تبرير كل نوع من أنواع السفسطة. نهاية الاقتباس. هامش المرجع ذاته 51، نقلا عن الدفاتر الفلسفية 328. نهاية الهامش. وقال كيدروف اقتباس: ولكن قد توجد ثمة نزعة ذاتية، ليس فقط حينما نعمل على أساس المنطق الشكلي بمقولاته الساكنة الجامدة، وإنما أيضا حينما نعمل بواسطة مقولات مرنة متحولة، ففي الحالة الأولى نصل إلى الغيبية، وفي الثانية نصل إلى المذهب النسبي والسفسطائية والانتقائية. نهاية الاقتباس. هامش المرجع ذاته 50. نهاية الهامش. وقال أيضا كيدروف اقتباس: يقتضي المنطق الديالكتيكي الماركسي أن يطابق انعكاس العالم الموضوعي في ضمير الإنسان الشيء المنعكس، وأن لا يتضمن شيئا غريبا عنه، شيئا جيء به على نحو ذاتي. إن التفسير الذاتي وفقا لوجهة النظر النسبية ولمرونة المفاهيم هو إضافة غريبة تماما كالمبالغة الغيبية الذاتية في تجريدات المنطق الشكلي. نهاية الاقتباس. هامش المنطق الشكلي والمنطق الديالكتيكي 51. نهاية الهامش. هذه النصوص تدل على المحاولة التي اتخذتها الماركسية لترفع على أساسها يقينها الفلسفي، وهي محاولة تطبيق قانون الديالكتيك على الحقيقة. فالإنسان وإن لم تكن لديه حقيقة مطلقة في مجموع أفكاره، غير أن سلبية إمكان الحقيقة المطلقة عن أفكاره ليس لأجل أنها كومة من أخطاء مطلقة تجعل المعرفة الصحيحة مستحيلة على الإنسان نهائيا، بل لأن الحقائق التي يملكها الفكر الإنساني حقائق تطورية تنمو وتتكامل على طبق قوانين الديالكتيك، فهي لذلك حقائق نسبية وفي حركة مستمرة. قال لينين اقتباس:
يجب أن لا يتصور الفكر يعني الإنسان الحقيقة في شكل مجرد مشهد، صورة شاحبة باهتة بدون حركة. إن المعرفة هي الاقتراب اللامتناهي الأبدي للفكر نحو الشيء. يجب فهم انعكاس الطبيعة في فكر الإنسان ليس كشيء جامد مجرد بدون حركة بدون تناقضات، وإنما كعملية تطور أبدية للحركة لولادة التناقضات وحل هذه التناقضات. نهاية الاقتباس. هامش: المنطق الشكلي والمنطق الديالكتيكي 10، نقلا عن الدفاتر الفلسفية 167 إلى 168. نهاية الهامش. وقال أيضا لينين: اقتباس: من المهم في نظرية المعرفة كما في جميع حقول العلم الأخرى أن يكون التفكير دائما ديالكتيكيا، أي أن لا يفرض مطلقا كون وعينا ثابتا لا يتطور. نهاية الاقتباس. هامش: المنطق الشكلي والمنطق الديالكتيكي 11. نهاية الهامش. وقال كيدروف: اقتباس: أما المنطق الديالكتيكي فهو لا يواجه هذا الحكم كأنه شيء مكتمل، بل بوصفه تعبيرا عن فكرة قادرة على أن تنمو وأن تتحرك، وأيا ما كانت بساطة حكم ما، ومهما بدا عاديا هذا الحكم، فهو يحتوي على بذور أو عناصر تناقضات ديالكتيكية تتحرك وتنمو داخل نطاقها المعرفة البشرية كلها. نهاية الاقتباس. هامش: المصدر نفسه 20 إلى 21. نهاية الهامش. وأشار كيدروف إلى كلمة يحدد فيها لينين أسلوب المنطق الديالكتيكي في التفكير، إذ يقول: اقتباس: يقضي المنطق الديالكتيكي أن يؤخذ الشيء في تطوره، في نمائه، في تغيره. نهاية الاقتباس. وعقب على ذلك بقوله: اقتباس: وخلافا للمنطق الديالكتيكي يعتمد المنطق الشكلي إلى حل مسألة الحقيقة حلا أوليا إلى أبعد حد بواسطة صيغة نعم أو لا. إنه يعلم الإجابة بكلمة واحدة وبصورة قاطعة على السؤال: هل الظاهرة تلك موجودة أم لا؟ والإجابة مثلا بنعم على السؤال: هل الشمس موجودة؟ وبلا على السؤال: هل الدائرة المربعة موجودة؟ في المنطق الشكلي يقف الإنسان عند حد إجابات بسيطة جدا: نعم أو لا، أي عند حد تمييز نهائي بين الحقيقة والخطأ. لهذا السبب تواجه الحقيقة باعتبارها شيئا معطى ساكنا ثابتا نهائيا ومتعارضا تعارضا مطلقا مع الخطأ. نهاية الاقتباس. هامش: المنطق الشكلي والمنطق الديالكتيكي 13 إلى 14. نهاية الهامش. تخلص معنا من هذه النصوص الماركسية آراء ثلاثة يرتبط بعضها ببعض كل الارتباط. الأول: أن الحقيقة في نمو وتطور يعكس نمو الواقع وتطوره. الثاني: أن الحقيقة والخطأ يمكن أن يجتمعا، فتكون الفكرة الواحدة خطأ وحقيقة، وليس هناك تعارض مطلق بين الخطأ والحقيقة، كما يؤمن به المنطق الشكلي على حد تعبير كيدروف. الثالث: أن أي حكم مهما بدت الحقيقة فيه واضحة فهو يحتوي على تناقض خاص، وبالتالي على جانب من الخطأ، وهذا التناقض هو الذي يجعل المعرفة والحقيقة تنمو وتتكامل. فهل الحقيقة القائمة في فكر الإنسان تتطور وتتكامل حقيقة؟ وهل يمكن للحقيقة أن تجتمع مع الخطأ؟ وهل تحتوي كل حقيقة على نقيضها وتنمو بهذا التناقض الداخلي؟ هذا ما نريد أن نتبينه فعلا. ألف: تطور الحقيقة وحركتها. يجب قبل كل شيء أن نعرف ماذا يراد بالحقيقة القائمة في الفكر الإنساني التي آمنت الماركسية بنموها وتكاملها. إن الفلسفة الواقعية تؤمن بواقع خارج حدود الشعور والذهن، وتعتبر التفكير أي تفكير كان محاولة لعكس ذلك الواقع وإدراكه. وعلى هذا فالحقيقة هي الفكرة المطابقة لذلك الواقع والمماثلة له، والخطأ يتمثل في الفكرة أو الرأي أو العقيدة التي لا تطابق الواقع ولا تماثله.
فالمقياس الفاصل بين الحق والباطل، بين الحقيقة والخطأ، هو مطابقة الفكرة للواقع. والحقيقة بهذا المفهوم الواقعي هي موضوع العراك الفلسفي العنيف بين الواقعيين من ناحية والتصوريين والسفسطائيين من ناحية أخرى. فالواقعيون يؤكدون على إمكانها، والتصوريون والسفسطائيون ينفونها أو يترددون في القدرة البشرية على الظفر بها. غير أن لفظ الحقيقة قد استحدثت له عدة معان أخرى تختلف كل الاختلاف عن مفهومها الواقعي الآن في الذكر، وابتعد ذلك عن الميدان الأساسي للصراع بين فلسفة اليقين وفلسفات الشك والإنكار. فمن تلك التطويرات الحديثة التي طرأت على الحقيقة تطوير النسبية الذاتية الذي شاء أن يضع للفظ الحقيقة مفهوما جديدا، فاعتبر الحقيقة عبارة عن الإدراك الذي يتفق مع طبيعة الجهاز العصبي وشروط الإدراك فيه. وقد مر حديثنا عن النسبية الذاتية وقلنا إن إعطاء الحقيقة هذا المفهوم يعني أنها ليست أكثر من تعبير عن شيء ذاتي، فلا تصبح الحقيقة حقيقة إلا من ناحية اسمية فقط، وبذلك تفقد الحقيقة في المفهوم النسبي الذاتي صفتها كموضوع للنزاع والصراع الفلسفي بين اتجاهات اليقين والشك والإنكار في الفلسفة. فالنسبية الذاتية مذهب من مذاهب الشك يتبرقع بستار من الحقيقة. وهناك تفسير فلسفي آخر للحقيقة، وهو الذي يقدمه لنا ويليام جيمس في مذهبه الجديد في المعرفة الإنسانية، البراجماتيزم أو مذهب الذرائع. وليس هذا التفسير بأدنى إلى الواقعية أو أبعد عن فلسفات الشك والإنكار من التفسير السابق الذي حاولته النسبية الذاتية. ويتلخص مذهب البراجماتيزم في تقديم مقياس جديد لوزن الأفكار والفصل فيها بين الحق والباطل، وهو مقدرة الفكرة المعينة على إنجاز أغراض الإنسان في حياته العملية. فإن تضاربت الآراء وتعارضت، كان أحقها وأصدقها هو أنفعها وأجداها، أي ذلك الذي تنهض التجربة العلمية دليلا على فائدته. والأفكار التي لا تحقق قيمة عملية ولا يوجد لها آثار نافعة فيما تصادف من تجارب الحياة فليست من الحقيقة بشيء، بل يجب اعتبارها ألفاظا جوفاء لا تحمل من المعنى شيئا. فمرد الحقائق جميعا في هذا المذهب إلى حقيقة عليا في الوجود، وهي الاحتفاظ بالبقاء أولا، ثم الارتفاع بالحياة نحو الكمال ثانيا. فكل فكرة يمكن استعمالها كأداة للوصول إلى تلك الحقيقة العليا فهي حق صريح وحقيقة يجب تصديقها، وكل فكرة لا تصنع شيئا في هذا المضمار لا يصح الأخذ بها. وعلى هذا الأساس عرف بريخسون الحقيقة هامش بريخسون حياته فلسفته منتخبات سلسلة زدني علما رقم 25 منشورات عويدات نهاية الهامش. وعلى هذا الأساس عرف بريخسون الحقيقة بأنها اختراع شيء جديد وليست اكتشافا لشيء سبق وجوده. وعرفها شيلر بأنها ما تخدم الإنسان وحده. وحدد ديوي وظيفة الفكرة قائلا إن الفكرة أداة لترقية الحياة وليست وسيلة إلى معرفة الأشياء في ذاتها. وفي هذا المذهب خلط واضح بين الحقيقة نفسها والهدف الأساسي من محاولة الظفر بها. فقد ينبغي أن يكون الغرض من اكتساب الحقائق هو استثمارها في المجال العملي والاستنارة بها في تجارب الحياة، ولكن ليس هذا هو معنى الحقيقة بالذات. ونلخص الرد عليه فيما يأتي. أولا، إن إعطاء المعنى العملي البحت للحقيقة وتجريدها من خاصة الكشف عما هو موجود وسابق استسلام مطلق للشك الفلسفي الذي تحارب التصورية والسفسطة لأجله، وليس مجرد الاحتفاظ بلفظة الحقيقة في مفهوم آخر كافيا للرد عليه أو التخلص منه. ثانيا،
أن من حقنا التساؤل عن هذه المنفعة العملية التي اعتبرت مقياسا للحق والباطل في البراغماتيزم. أهي منفعة الفرد الخاص الذي يفكر، أو منفعة الجماعة؟ ومن هي هذه الجماعة؟ وما هي حدودها؟ وهل يقصد بها النوع الإنساني بصورة عامة أو جزء خاص منه؟ وكل من هذه الافتراضات لا تعطي تفسيرا معقولا لهذا المذهب الجديد. فالمنفعة الشخصية إذا كانت هي المعيار الصحيح للحقيقة، وجب أن تختلف الحقائق باختلاف مصالح الأفراد، فتحدث بسبب ذلك فوضى اجتماعية مريعة حين يختار كل فرد حقائقه الخاصة دون أي اعتناء بحقائق الآخرين المنبثقة عن مصالحهم، وفي هذه الفوضى ضرر خطير عليهم جميعا. وأما إذا كانت المنفعة الإنسانية العامة هي المقياس، فسوف يبقى هذا المقياس معلقا في عدة من البحوث والمجالات لتضارب المصالح البشرية واختلافها في كثير من الأحايين، بل لا يمكن البت حينئذ بحقيقة مهما كانت ما لم تمر بتجربة اجتماعية طويلة الأمد. ومعنى ذلك أن جيمس نفسه لا يمكنه أن يعتبر مذهبه البراغماتيزم صحيحا ما لم يمر بهذه التجربة ويثبت جدارته في الحياة العملية، وهكذا يوقف المذهب نفسه. ثالثا، إن وجود مصلحة للإنسان في صدق فكرة ما لا يكفي لإمكان التصديق بها، فالملحد لا يمكنه أن يصدق بالدين ولو آمن بدوره الفعال في تسلية الإنسان وإنعاش آماله ومؤاساته في حياته العملية. فهذا جورج سنتيانا يصف الإيمان بأنه اقتباس، غلطة جميلة أكثر ملائمة لنوازع النفس من الحياة نفسها، نهاية الاقتباس. هامش قصة الفلسفة الحديثة 2/402، نهاية الهامش. فليس التصديق بفكرة نظير الألوان الأخرى من النشاط العملي التي يمكن للإنسان أن يقوم بها إذا تحقق من فائدتها. وهكذا تقوم البراغماتيزم على عدم التفرقة بين التصديق، النشاط الذهني الخاص، ومختلف النشاطات العملية التي يباشرها الإنسان على ضوء مصالحه وفوائده. ونخلص من هذه الدراسة إلى أن المفهوم الوحيد للحقيقة الذي يمكن للفلسفة الواقعية اتخاذه هو الفكرة المطابقة للواقع، والماركسية التي تنادي بإمكانية المعرفة الحقيقية وترفض لأجل ذلك النزعات الصورية والشكية والسفسطائية، إن كانت تعني بالحقيقة مفهوما آخر غير مفهوم الواقع، فهي لا تتعارض مع تلك المذاهب مطلقا، لأن مذاهب الشك والسفسطة إنما ترفض الحقيقة بمعنى الفكرة المطابقة للواقع، ولا ترفض لفظ الحقيقة بأي مفهوم كان. فلا يمكن للماركسية أن تبرأ من نزعات الشك والسفسطة لمجرد اتخاذ لفظ الحقيقة وبلورته في مفهوم جديد. فيجب إذن لأجل رفض تلك النزعات حقا أن تأخذ الماركسية الحقيقة بمفهومها الواقعي الذي ترتكز عليه الفلسفة الواقعية، حتى يمكن اعتبارها فلسفة واقعية مؤمنة بالقيم الموضوعية للفكر حقا. وإذا عرفنا المفهوم الواقعي الصحيح للحقيقة، حان لنا أن نتبين ما إذا كان من الممكن للحقيقة بهذا المفهوم الذي تقوم على أساسه الواقعية أن تتطور وتتغير بحركة صاعدة كما تعتقد الماركسية أو لا. إن الحقيقة لا يمكن أن تتطور وتنمو، وأن تكون محدودة في كل مرحلة من مراحل تطورها بحدود تلك المرحلة الخاصة، بل لا تخرج كل فكرة عن أحد أمرين، فهي إما حقيقة مطلقة وإما خطأ. وأنا أعلم أن هذه الكلمات تثير اشمئزاز الماركسيين وتجعلهم يقذفون الفكر الميتافيزيقي بما تعودوا إلصاقه به من تهم، فيقولون إن الفكر الميتافيزيقي يجمد الطبيعة ويعتبرها حالة ثبات وسكون، لأنه يعتقد بالحقائق المطلقة
ويأبى عن قبول مبدأ التطور والحركة فيها، وقد انهار مبدأ الحقائق المطلقة تماما باستكشاف تطور الطبيعة وحركتها. ولكن الواقع الذي يجب أن يفهمه قارئنا العزيز أن الإيمان بالحقائق المطلقة ورفض التغيير والحركة فيها لا يعني مطلقا تجميد الطبيعة، ولا ينفي تطور الواقع الموضوعي وتغيره. ونحن في مفاهيمنا الفلسفية نعتقد بأن التطور قانون عام في عالم الطبيعة، وأن كينونته الخارجية في صيرورة مستمرة، ونرفض في نفس الوقت كل توقيت للحقيقة وكل تغير فيها. ولنفرض لإيضاح ذلك أن سببا معينا جعل الحرارة تشتد في ماء خاص، فحرارة هذا الماء بالفعل في حركة مستمرة وتطور تدريجي، ومعنى ذلك أن كل درجة من الحرارة يبلغها الماء فهي درجة مؤقتة، وسوف يعبرها الماء بصعود حرارته إلى درجة أكبر، فليس للماء في هذه الحال درجة حرارة مطلقة. هذا هو حال الواقع الموضوعي القائم في الخارج، فإذا قسنا حرارته في لحظة معينة فكانت الحرارة فيه حال تأثر المقياس بها قد بلغت 90 مثلا، فقد حصلنا على حقيقة عن طريق التجربة، وهذه الحقيقة هي أن درجة حرارة الماء في تلك اللحظة المعينة كانت 90، وإنما نقول عنها إنها حقيقة لأنها فكرة تأكدنا من مطابقتها للواقع، أي لواقع الحرارة في لحظة خاصة. ومن الطبيعي أن حرارة الماء سوف لا تقف عند هذه الدرجة، بل إنها سوف تتصاعد حتى تبلغ درجة الغليان. ولكن الحقيقة التي اكتسبناها هي الحقيقة لم تتغير، بمعنى أن متى لاحظنا تلك اللحظة الخاصة التي قسنا حرارة الماء فيها، نحكم بكل تأكيد بأن حرارة الماء كانت بدرجة 90، فدرجة 90 من الحرارة التي بلغها الماء، وإن كانت درجة مؤقتة بلحظة خاصة من الزمان، وسرعان ما اجتازتها الحرارة إلى درجة أكبر منها، إلا أن الفكرة التي حصلت لنا بالتجربة، وهي أن الحرارة هي لحظة معينة كانت في درجة 90، فكرة صحيحة وحقيقة مطلقة، ولذا نستطيع أن نؤكد صدقها دائما، ولا نعني بالتأكيد على صدقها بصورة دائمة أن درجة 90 كانت هي الدرجة الثابتة لحرارة الماء على طول الخط، فإن الحقيقة التي اكتسبناها بالتجربة لا تتناول حرارة الماء إلا في لحظة معينة. فحين نصفها بأنها حقيقة مطلقة وليست مؤقتة، نريد بذلك أن الحرارة في تلك اللحظة المعينة قد تعينت في درجة 90 بشكل نهائي، فالماء وإن جاز أن تبلغ حرارته درجة 100 مثلا عقيب تلك اللحظة، ولكن من غير الجائز أن يعود ما عرفناه من درجة الحرارة عن تلك اللحظة الخاصة خطأ بعد أن كان حقيقة. وإذا عرفنا أن الحقيقة هي الفكرة المطابقة للواقع، وتبينا أن الفكرة إذا كانت مطابقة للواقع في ظرف معين فلا يمكن أن تعود بعد ذلك فتخالف الواقع في ذلك الظرف بالذات، أقول إذا علمنا ذلك كله يتجلى بوضوح الخطأ في تطبيق قانون الحركة على الحقيقة، لأن الحركة تثبت التغير في الحقيقة وتجعلها دائما حقيقة نسبية ومؤقتة بمرحلتها الخاصة من التطور. وقد عرفنا أنه لا تغير ولا توقيت في الحقائق، كما أن التطور والتكامل في الحقيقة يعني أن الفكرة تصبح بالحركة حقيقة بشكل أقوى، كما أن الحرارة ترتقي بالحركة إلى درجة أكبر، مع أن الحقيقة تختلف عن الحرارة، فالحرارة يمكن أن تشتد وتقوى، وأما الحقيقة فهي كما عرفنا تعبر عن الفكرة المطابقة للواقع، ولا يمكن أن تقوى مطابقة الفكرة للواقع وتشتد كما هو شأن الحرارة، وإنما يجوز أن ينكشف للفكر الإنساني جانب جديد من ذلك الواقع لم يكن يعلم به قبل ذلك،
غير أن هذا ليس تطورا للحقيقة المعلومة سلفا، وإنما هو حقيقة جديدة يضيفها العقل إلى الحقيقة السابقة. فإذا كنا نعرف مثلا أن ماركس تأثر بمنطق هيجل، فهذه المعرفة هي الحقيقة الأولى التي عرفناها عن علاقة ماركس بفكر هيجل. وحين نطالع بعد ذلك تاريخه وفلسفته نعرف أنه كان على النقيض من مثالية هيجل، كما نعرف أنه اتخذ جدله فطبقه تطبيقا ماديا على التاريخ والاجتماع إلى غير ذلك من العلاقات الفكرية بين الشخصين. فكل هذه معارف جديدة تكشف عن جوانب مختلفة من الواقع، وليست نموا وتطورا للحقيقة الأولى التي حصلنا عليها منذ البدء. وليس تحمس المدرسة الماركسية لإخضاع الحقيقة لقانون الحركة والتطور إلا لأجل القضاء على الحقائق المطلقة التي تؤمن بها الفلسفة الميتافيزيقية، وقد فاتها أنها تقضي على مذهبها بالحماس لهذا القانون، لأن الحركة إذا كانت قانونا عاما للحقائق فسوف يتعذر إثبات أي حقيقة مطلقة، وبالتالي يسقط قانون الحركة بالذات عن كونه حقيقة مطلقة. فمن الطريف أن الماركسية تؤكد على حركة الحقيقة وتغيرها طبقا لقانون الديالكتيك، وتعتبر أن هذا الكشف هو النقطة المركزية لنظريتهم في المعرفة، وتتغافل عن أن هذا الكشف بنفسه حقيقة من تلك الحقائق التي آمنوا بحركتها وتغيرها. فإذا كانت هذه الحقيقة تتحرك وتتغير كما تتحرك سائر الحقائق بالطريقة الديالكتيكية، فهي تحتوي على تناقض سوف ينحل بتطورها وتغيرها كما يحتم ذلك الديالكتيك. وإذا كانت هذه الحقيقة مطلقة لا تتحرك ولا تتغير، كفى ذلك ردا على تعميم قانون الديالكتيك والحركة للحقائق والمعارف، وبرهانا على أن الحقيقة لا تخضع لأصول الحركة الديالكتيكية. فالديالكتيك الذي يراد إجراؤه على الحقائق والمعارف البشرية ينطوي على تناقض فاضح وحكم صريح بإعدام نفسه على كلا الحالين، فهو إذا اعتبر حقيقة مطلقة انتقضت قواعده، وتجلى أن الحركة الديالكتيكية لا تسيطر على دنيا الحقائق، لأنها لو كانت تسيطر عليها لما وجدت حقيقة مطلقة ولو كانت هذه الحقيقة هي الديالكتيك نفسه. وإذا اعتبر حقيقة نسبية خاضعة للتطور والحركة بمقتضى تناقضاتها الداخلية، فسوف تتغير هذه الحقيقة ويزول المنطق الديالكتيكي ويصبح نقيضة حقيقية قائمة. اجتماع الحقيقة والخطأ. سبق فيما عرضنا من نصوص الماركسية أنها تعيب على المنطق الشكلي على حد تعبيرها إيمانه بالتعارض المطلق بين الخطأ والحقيقة، مع أنهما يجتمعان ما دام الخطأ والحقيقة أمرين نسبيين وما دمنا لا نملك حقيقة مطلقة. والفكرة الماركسية القائلة باجتماع الحقيقة والخطأ ترتكز على فكرتين: إحداهما الفكرة الماركسية عن تطور الحقيقة وحركتها القائلة إن كل حقيقة تتحرك وتتغير بصورة مستمرة، والأخرى الفكرة الماركسية على تناقضات الحركة القائلة إن الحركة عبارة عن سلسلة من التناقضات، فالشيء المتحرك في كل لحظة هو في نقطة معينة وليس هو في تلك النقطة. ولذلك تعتبر الماركسية الحركة نقضا لمبدأ الهوية. فكان من نتيجة هاتين الفكرتين أن الحقيقة والخطأ يجتمعان وليس بينهما تعارض مطلق، ذلك أن الحقيقة لما كانت في حركة وكانت الحركة تعني التناقض المستمر، فالحقيقة إذن حقيقة وليست بحقيقة بحكم تناقضاتها الحركية. وقد تبينا فيما قدمناه مدى خطأ الفكرة الأولى عن حركة الحقيقة وتطورها، وسوف نعرض بكل تفصيل للفكرة الثانية عند تناول الديالكتيك بالدرس المستوعب في المسألة الثانية: المفهوم الفلسفي للعالم.
وسوف يزداد وضوحا عند ذاك الخطأ والاشتباه في قوانين الديالكتيك بصورة عامة، وفي تطبيقه على الفكرة بصورة خاصة. ومن الواضح أن تطبيق قوانين الديالكتيك من التناقض والتطور على الأفكار والحقائق بشكل مزعوم يؤدي إلى انهيار القيمة المؤكدة لجميع المعارف والأحكام العقلية مهما كانت واضحة وبديهية. وحتى الأحكام المنطقية أو الرياضية البسيطة تفقد قيمتها لأنها تخضع بموجب التناقضات المحتواة فيها على الرأي الديالكتيكي لقوانين التطور والتغير المستمر. فلا يؤمن على ما ندركه الآن من الحقائق نظير 2 زائد 2 يساوي 4 والجزء أصغر من الكل أن يتغير بحكم التناقضات الديالكتيكية، فندركه على شكل آخر. هامش: ومن الطريف حقا تلك المحاولات التي تتخذ باسم العلم لتفنيد البديهيات العقلية من رياضية ومنطقية، مع أن العلم لا يمكن أن يقوم إلا على أساسها. وفيما يلي أمثلة من تلك المحاولات للدكتور نوري جعفر ذكرها في كتابه فلسفة التربية الصفحة 66. اقتباس: وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول إن جميع القوانين العلمية قوانين نسبية تعمل في مجالات معينة لا تتعداها، ويصدق ما ذكرناه على قوانين الرياضيات وبعض مظاهرها التي تبدو لأول وهلة كأنها من الأمور البديهية التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان. فحاصل جمع 2 زائد 2 مثلا لا يساوي 4 دائما. من ذلك مثلا أننا إذا جمعنا حجمين من الكحول مع حجمين من الماء فالنتيجة تكون أقل من 4 حجوم ممزوجة، وسبب ذلك راجع إلى أن السائلين تختلف جزئيات أحدهما في شدة تماسكها عن الآخر، فتنفذ عند المزج جزيئات السائل الأكثر تماسكا الماء من بين الفراغات النسبية الموجودة بين جزئيات الكحول، وتكون النتيجة متشابهة لخلط مقدار من البرتقال مع مقدار من الرق، حيث ينفذ قسم من البرتقال من بين الفراغات الموجودة في الرق. وحاصل جمع كالون من الماء مع كالون من حامض الكبريتيك انفجار مرعب، على أن ذلك الجمع إذا تم بدقة علمية وبشكل يتفادى حدوث الانفجار فإن النتيجة مع هذا تكون أقل من كالونين من المزيج، ويكون حاصل جمع 2 زائد 2 يساوي 2 أحيانا أخرى. فإذا خلطنا غازين درجة حرارة كل منهما درجتان مئويتان فإن درجة حرارة الخليط تبقى درجتين. نهاية الاقتباس. وهذا النص يعرض لنا 3 عمليات رياضية: ألف، أن حجمين من الكحول إذا جمعناهما مع حجمين من الماء فالنتيجة تكون أقل من 4 حجوم. وهذه العملية تنطوي على مغالطة، وهي أننا في الحقيقة لم نجمع بين حجمين وحجمين، وإنما خسرنا شيئا في الجمع فظهرت الخسارة في النتيجة، ذلك أن حجم الغاز لم يكن متقوما بالجزيئات فحسب، وإنما يتقوم بالجزيئات والفراغ النسبي القائم بينها. فإذا أحضرنا حجمين من الكحول كان هذان الحجمان يعبران عن جزيئات وفراغ بينها لا عن الجزيئات فحسب. وحين نلقي على الكحول حجمين من الماء وتتسلل جزيئات الماء إلى الفراغ النسبي القائم بين جزيئات نكون قد فقدنا هذا الفراغ النسبي الذي كان له نصيب من حجم الكحول، فلم نجمع إذن بين حجمين من الكحول وحجمين من الماء، وإنما جمعنا بين حجمين من الماء وجزيئات حجمين من الكحول، وأما الفراغ النسبي فيها فقد سقط من الحساب. وهكذا يتضح أن إذا أردنا أن ندقق في صوغ العملية الرياضية نقول
إن جمع حجمين كاملين من الماء مع حجمين من الكحول باستثناء الفراغ المتخلل بين جزيئاته يساوي 4 حجوم باستثناء ذلك الفراغ نفسه. وليست قصة هذه الحجوم إلا كآلاف النظائر والأمثلة الطبيعية التي يشاهدها كل الناس في حياتهم الاعتيادية. فماذا نقول في جسم قطني ارتفاعه متر، وقطعة من حديد ارتفاعها متر أيضا، لو وضعنا أحد الجسمين على الآخر فهل ينتج عن ذلك ارتفاع مترين؟ وفي تراب ارتفاعه متر وماء ارتفاعه متر، ثم ألقينا الماء على التراب، فهل نجني من ذلك ارتفاعا مضاعفا؟ طبعا لا. فهل من الجائز أن نعتبر ذلك دليلا على تفنيد البديهيات الرياضية؟ أن جمع كالون من الماء مع كالون من حامض الكبريتيك لا ينتج كالونين، وإنما يحصل من ذلك انفجار مرعب. وهذا أيضا لا يتعارض مع البديهية الرياضية في جمع الأعداد، ذلك أن 1 زائد 1 إنما يساوي 2 إذا لم يعدم أحدهما أو كلاهما حال الجمع والمزج، وإلا لم يحصل جمع بين 1 و1 بمعناه الحقيقي. ففي هذا المثال لم تكن الوحدتان الكالونان موجودتين حين إتمام عملية الجمع لينتج 2. ج. أن جمع غازين درجة حرارة كل منهما درجتان مئويتان ينتج حرارة الخليط بنفس تلك الدرجة أيضا من دون مضاعفة. وهذا لون آخر من التمويه، لأن العملية إنما جمع بين غازين وخلطت بينهما، لا أنها جمعت بين درجتي الحرارة، وإنما يجمع بين الدرجتين لو ضُعفت الدرجة في موضوعها. فنحن لم نضف حرارة على حرارة لنرتقب حدوث درجة أضخم للحرارة، وإنما أضفنا حارا إلى حار وخلطنا بينهما. وهكذا يتضح أن كل تشكيك أو نقد يدور حول البديهيات العقلية الضرورية مرده في الحقيقة إلى لون من المغالطة أو عدم إجادة فهم تلك البديهيات. وسوف يبدو هذا بكل وضوح عند عرضنا لنقوض الماركسية التي حاولت أن ترد على مبدأ عدم التناقض. المؤلف نهاية الهامش. التعديلات العلمية والحقائق المطلقة. وقد كتب إنجلز ينقد مبدأ الحقيقة المطلقة القائل بسلبية إمكان اجتماعها مع الخطأ عن طريق التعديل الذي يطرأ على النظريات والقوانين العلمية، فقال اقتباس: ولنستشهد على ذلك بقانون بويل الشهير الذي ينص على أن حجوم الغازات تتناسب عكسيا مع الضغط الواقع عليها إذا بقيت درجة حرارتها ثابتة. وجد رينيو بأن هذا القانون لا يصح في حالات معينة، ولو كان رينيو أحد فلاسفة الواقعية لانتهى من ذلك إلى الاستخلاص التالي: بما أن قانون بويل قابل للتغيير فهو ليس بحقيقة محضة، أي أنه ليس بحقيقة البتة، فهو إذن قانون باطل. ولو نهج رينيو هذا النهج لارتكب خطأ أفظع مما تضمنه قانون بويل، ولتاهت ذرة الحقيقة المنطوي عليها نقده لهذا القانون، واندفنت بين رمال صحراء الباطل، ولأفضى به الأمر أخيرا إلى تشويه النتيجة الصائبة التي أدركها، وإلى إحالتها إلى نتيجة واضحة الأخطاء إذا ما قورنت مع النتيجة التي أدركها قانون بويل الذي يبدو صحيحا رغم ما هو عالق به من أخطاء جزئية. نهاية الاقتباس. هامش ضد دي هو هيرينغ 153. نهاية الهامش.
ويتلخص هذا النقد في أن الفكر الميتافيزيقي لو كان على صواب فيما يؤمن به للحقائق من إطلاق وتعارض مطلق مع الخطأ، لوجب رفض كل قانون علمي لمجرد وضوح عدم صحته جزئيا. وفي حالات معينة، فقانون بويل بحكم الطريقة الميتافيزيقية في التفكير إما أن يكون حقيقة مطلقة وإما أن يكون خطأ محضا، فإذا تبين في الميدان التجريبي عدم صحته أحيانا، فيجب أن يكون لأجل ذلك خطأ مطلقا، وأن لا يكون فيه شيء من الحقيقة، لأن الحقيقة لا تجتمع مع الخطأ، ويخسر العلم بذلك جانب الحقيقة من ذلك القانون. وأما في الطريقة الديالكتيكية فلا يعتبر ذلك الخطأ النسبي دليلا على سقوط القانون سقوطا مطلقا، بل هو حقيقة نسبية في نفس الوقت، فإن الحقيقة تجتمع مع الخطأ. ولو كان إنجلز قد عرف النظرية الميتافيزيقية في المعرفة معرفة دقيقة، وفهم ما تعني من الحقيقة المطلقة، لما حاول أن يوجه مثل هذا النقد إليها: إن الصحة والخطأ لم يجتمعا في حقيقة واحدة، لا في قانون بويل ولا في غيره من القوانين العلمية، فالحقيقة من ذلك القانون هي حقيقة مطلقة لا خطأ فيها، وما هو خطأ منه فهو خطأ محض. والتجارب العلمية التي قام بها رينيو والتي أوضحت له مثلا أن قانون بويل لا يصح فيما إذا بلغ الضغط الحد الذي تتحول فيه الغازات إلى سوائل، لم تقلب الحقيقة إلى الخطأ، وإنما شطرت القانون إلى شطرين، وأوضحت أن أحد هذين الشطرين خطأ محض. فاجتماع الخطأ والحقيقة اجتماع اسمي وليس اجتماعا بمعناه الصحيح. وفي تعبير واضح، أن كل قانون علمي صحيح، فهو يحتوي على حقائق بعدد الحالات التي يتناولها وينطبق عليها، فإذا أظهرت التجربة خطأه في بعض تلك الحالات وصوابه في البعض الآخر، فليس معنى ذلك أن الحقيقة نسبية وأنها اجتمعت مع الخطأ، بل معنى ذلك أن محتوى القانون يطابق الواقع في بعض الحالات دون بعض، فالخطأ له موضع وهو في ذلك الموضع خطأ محض، والحقيقة لها موضع آخر وهي في ذلك الموضع حقيقة مطلقة. والفكر الميتافيزيقي لا يحتم على العالم الطبيعي أن يرفض القانون نهائيا إذا ما تبين عدم نجاحه في بعض الحالات، لأنه يعتبر كل حالة تمثل قضية خاصة بها، ولا يجب أن تكون القضية الخاصة بحالة ما خطأ إذا ما كانت القضية الخاصة بالحالة الأخرى كذلك. وكان يجب على إنجلز عوضا عن تلك المحاولات الصبيانية لتبرير الحقيقة النسبية واجتماعها مع الخطأ أن يتعلم الفرق بين القضايا البسيطة والقضايا المركبة، ويعرف أن القضية البسيطة هي التي لا يمكن أن تنقسم إلى قضيتين، كما في قولنا مات أفلاطون قبل أرسطو، وأن القضية المركبة هي القضية التي تتألف من قضايا متعددة، نظير قولنا الفلزات تتمدد بالحرارة، فإن هذا القول مجموعة من قضايا، ويمكننا أن نعبر عنه في قضايا متعددة، فنقول الحديد يتمدد بالحرارة، والذهب يتمدد بالحرارة، والرصاص يتمدد بالحرارة. والقضية البسيطة باعتبارها قضية مفردة لا يمكن أن تكون حقيقة من ناحية وخطأ من ناحية أخرى، فموت أفلاطون قبل أرسطو إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون خطأ. وأما القضية المركبة فلما كانت في الحقيقة ملتقى قضايا متعددة، فمن الجائز أن توجد الحقيقة في جانب منها والخطأ في جانب آخر، كما إذا افترضنا أن الحديد يتمدد بالحرارة دون الذهب، فإن القانون الطبيعي العام وهو الفلزات تتمدد بالحرارة
يعتبر صحيحا على ناحية وخطأ من ناحية أخرى، ولكن ليس معنى ذلك أن الحقيقة والخطأ اجتمعا فكانت القضية الواحدة خطأ وحقيقة، بل الخطأ إنما يوجد في قضية. الذهب يتمدد بالحرارة مثلا، والحقيقة إنما توجد في قضية. الحديد يتمدد بالحرارة مثلا، فلم يكن الخطأ حقيقة ولا الحقيقة خطأ. وفي عودتنا على الحركة التطورية في الحقيقة والمعرفة بصفتها جزءا من الديالكتيك الذي خصصنا لدراسته الجزء الثاني من المسألة الآتية: المفهوم الفلسفي للعالم، سنستعرض مدارك الماركسية وألوان استدلالها على تطور الحقيقة والمعرفة، ومدى ضعفها ومغالطاتها، وعلى الأخص ما حاولته الماركسية من اعتبار العلوم الطبيعية في تطورها الرائع على مر الزمن، ونشاطها المتضاعف، وقفزاتها الجبارة، مصداقا للحركة التطورية في الحقائق والمعارف، مع أن تطور العلوم في تاريخها الطويل لا صلة له بتطور الحقيقة والمعرفة بمعناها الفلسفي الذي تحاوله الماركسية. فالعلوم تتطور لا بمعنى أن حقائقها تنمو وتتكامل، بل بمعنى أن حقائقها تزداد وتتكاثر، وأخطاؤها تقل وتتقلص. ونوكل إيضاح ذلك إلى البحث المقبل في المسألة الثانية. ويخلص معنا من هذه الدراسة: أولاً، أن الحقيقة مطلقة وغير متطورة، وإن كان الواقع الموضوعي للطبيعة متطوراً ومتحركاً على الدوام. ثانياً، أن الحقيقة تتعارض تعارضاً مطلقاً مع الخطأ، فالقضية البسيطة الواحدة لا يمكن أن تكون حقيقة وخطأ. ثالثاً، أن إجراء الديالكتيك على الحقيقة والمعرفة يحتم علينا الشك المطلق في كل حقيقة ما دامت في تغير وتحرك مستمرين، بل يحكم على نفسه بالإعدام والتغير أيضا، لأنه بذاته من تلك الحقائق التي يجب أن تتغير بحكم منطقه التطوري الخاص. انتكاس الماركسية في الذاتية. وفي النهاية يجب أن نشير إلى أن الماركسية بالرغم من إصرارها على رفض النسبية الذاتية بترفع، وتأكيدها على الطابع الموضوعي لنسبيتها، وأنها نسبية تواكب الواقع المتطور وتعكس نسبيته، بالرغم من ذلك كله ارتدت الماركسية مرة أخرى، فانتكست في أحضان النسبية الذاتية حين ربطت المعرفة بالعامل الطبقي، وقررت أن من المستحيل للفلسفة مثلا أن تتخلص من الطابع الطبقي والحزبي. حتى قال موريس كومفورت: كانت الفلسفة دوما تعبر ولا تستطيع إلا أن تعبر عن وجهة نظر طبقية. هامش المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية 32. وقال تشاغين: لقد ناضل لينين بثبات وإصرار ضد النزعة الموضوعية في النظرية. هامش الروح الحزبية في الفلسفة والعلوم 70، نهاية الهامش. وواضح أن هذا الاتجاه الماركسي يطبع كل معرفة بالعنصر الذاتي، ولكنها ذاتية طبقية لا ذاتية فردية، كما كان يقرر النسبيون الذاتيون، وبالتالي تصبح الحقيقة هي مطابقة الفكرة للمصالح الطبقية للمفكر، لأن كل مفكر لا يستطيع أن يدرك الواقع إلا في حدود هذه المصالح، ولا يمكن لأحد في هذا الضوء أن يضمن وجود الحقيقة في أي فكرة فلسفية أو علمية بمعنى مطابقتها للواقع الموضوعي. وحتى الماركسية نفسها لا تستطيع ما دامت تؤمن بحتمية الطابع الطبقي أن تقدم لنا مفهومها عن الكون والمجتمع بوصفه تعبيرا مطابقا للواقع،
وإنما كل ما تستطيع أن تقرره هو أنه يعكس ما يتفق مع مصالح الطبقة العاملة من جوانب الواقع. هامش: لأجل التوضيح راجع كتاب اقتصادنا للمؤلف، مبحث نظرية المادية التاريخية، تحت عنوان باء الفلسفة، نهاية الهامش.